للاسف في فضيحه كرويه بتحصل في كره القدم دلوقتي. على فكره انا مش جاي اكلمك في تاريخ بيب جوارديولا ان هو خسر السنه دي بس لاول مره في تاريخه 9 مباريات في موسم واحد. لا خالص. فهمتك، قصدك ان بيب جوارديولا خسر 15 مباراة في الموسم بشكل عام مش في الدوري بس، وده اكبر عدد هزايم في موسم واحد في تاريخ بيب جوارديولا. مش ده برضو قصدي خالص. بيب جوارديولا وصل ان هو ممكن ما يبقاش ضمن الثلاثة المتأهلين لدوري ابطال اوروبا الموسم ده. يو ده انت اوفر قوي. ايه المشكلة يعني؟ هو اول ولا اخر مدرب؟ طب تحب اصدمك، جوارديولا اللي في المركز الخامس دلوقتي لو فضل على نفس الحال وما تأهلش لدوري الابطال هتبقى اول موسم لبيب جوارديولا في تاريخه كله تدريبا لكل الفرق اللي دربها ما يتأهلش لدوري الابطال مع كل الفرق. كل الفرق لسه مش منبهر صح؟ طب ولو قلت لك ان بيب في مسيرته التدريبيه مع كل الفرق اللي مرنها مرن 15 موسم، كسب الدوري 12 موسم منهم، فاضل 3 صح؟ موسم مركز تاني مع السيتي وموسم مركز تاني مع برشلونه، واسوأ موسم ليه كان مركز تالت مع السيتي 16 17. ده اسوأ، دي اوحش حاجه. عارف يعني ايه اوحش حاجه؟ تبقى مركز تالت ومره واحده بس في مسيرتك التدريبيه كلها. اعتقد دلوقتي انت عارف بيب جوارديولا داخل على فضيحه في تاريخه.